هنا في مؤسسة أمان إلا أن نجدد الترحاب بضيوفنا الكرام كل بصفته واسمه. مرحبا بكم جميعا في هذه المناسبة، والمناسبة شرط إنها مناسبة الاحتفاء وتخليد تاريخ 3 ماي من سنة 2023، مرحلة مفصلية عزيزة على قلوب المغاربة، والتي تفضل صاحب الجلالة نصره الله بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها على غرار فتح السنوات الهجرية والميلادية. إنها محطة أخرى تنضاف إلى المحطات العتيدة التي نحتفل بها كمغاربة فخورين بجذورنا وبتنوع مشاربنا. خير ما نفتتح به هذه الأمسية التي نعبر فيها عن وطنيتنا المتجذرة وعن اعتزازنا بملكيتنا. نفتتح بآيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الأخ والمؤثر التربوي بمؤسسة أمان السي المتقي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اسمحوا لي أن أجدد التذكير بالمتدخلين في ندوة هذه المناسبة،
سنتتبع بشغف كبير مداخلة الوزير المفوض في حكومة عبد الحميد دبيبة بطرابلس، مداخلة للدكتور أضال الويبد وزير ومستشار رئيس دولة النيجر، مداخلة للدكتور رضا إدريس أستاذ بالمعهد العالي ساندوني باريس فرنسا، وهو تونسي يحضر معنا للمرة الثانية، نجدد له الترحاب. مداخلة للدكتور أكلي شيكا عضو بالمجلس الأعلى الليبي للطوارئ أستاذ جامعي، والسيدة فانيزا توماسي. C'est la seule chose que vous avez compris. On vous souhaite la bienvenue. Donc ça se passe en arabe et en berbère. Donc on se permet de dire vous êtes la bienvenue. Merci. هي صحفية دولية مهتمة بالشؤون المغاربية. مرحبا بالسي المدير الإقليمي لمولاي يعقوب التحق بنا وشرفنا بالحضور ديالو. مداخلة للأستاذ الجامعي نصر أزداي وهو مهتم بالشأن والثقافة الأمازيغية. إذن هي كفاءات عليا وأطر دولية ستساهم في تنشيط هذه الندوة. طبعا لن يفوتنا داخل مؤسسة أمان دون أن نشكر جزيل الشكر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والتي أبت أن تشاركنا هذه اللحظة من خلال مستشار للسيد الوزير. لكم الكلمة، تفضلوا مشكورين سيدي. طبعا ندوة اليوم سييسر مراحلها الغني عن كل تعريف الدكتور دريس خروز، والذي لا يتوانى في تلبية دعوة مؤسسة أمان لكي يحضر معنا في هكذا مناسبات. أزول فلاون، سيدة رئيسة مؤسسة أمان للتنمية المستدامة المحترمة، السيدات والسادة ضيوف المغرب الكرام، السيدات والسادة ممثلي جمعيات المجتمع المدني، السيدات والسادة ممثلي المنابر الإعلامية، أيها الحضور كل باسمه وصفته. لي عظيم الشرف أن أتناول الكلمة باسم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أعبر لكم عن تقدير السيد الوزير وامتنانه الخالص لهذه الدعوة الكريمة من أجل المساهمة في هذه الندوة الدولية القيمة، والتي تتناول موضوع إقرار جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لرأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤذن عنها. حضرات السيدات والسادة، لقد أكد القرار الملكي السامي بخصوص رأس السنة الأمازيغية مرة أخرى حرص الدولة المغربية بقيادة جلالة الملك حفظه الله على مواصلة مسار إنصاف الأمازيغية باعتبارها رصيدا وطنيا مشتركا لكل المغاربة ومكونا رئيسيا للهوية والثقافة الوطنية، وهو قرار سامي يمثل في حقيقة الأمر استمرارية لمسار إنصاف الأمازيغية الذي انطلق من خطاب أجدير التاريخي في 17 أكتوبر سنة 2001 وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ثم دسرت الأمازيغية سنة 2011، وأخيرا إقرار رأس السنة الأمازيغية سنة 2023. حضرات سيداتي والسادة، إن الإشادة بالقرار الملكي السامي والذي أجمعت عليه كل التعبيرات الوطنية من أحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني والفعاليات الأمازيغية وعموم المواطنات والمواطنين الذين تلقوا بكل فخر واعتزاز قرار جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بجعل رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤذن عنها، يعكس حجم التقدير الذي تحظى به الرعاية السامية
التي ما فتئ جلالته يخص بها موضوع الأمازيغية منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعم. حضرات السيدات والسادة، تعتبر الأمازيغية قضية محورية وتقع في صلب انشغالات الحكومة المغربية منذ تنصيبها، وقد انعكس ذلك في الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي الذي تضمن التزامات مهمة لتفعيل ورش الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا في الاهتمام والتتبع الذي أبان عنه السيد رئيس الحكومة شخصيا لهذا الملف، سواء عبر انفتاحه المستمر على الفعاليات الأمازيغية تكريسا للمقاربة التشاركية، أو من خلال حرصه على تتبع تنفيذ الالتزامات الحكومية المتضمنة في مختلف السياسات العمومية والقطاعية، وبهدف تسريع وتيرة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتنفيذا للالتزامات الحكومية بهذا الشأن. قامت الحكومة بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث تم تخصيص غلاف مالي يناهز 200 مليون درهم برسم سنة 2022 و300 مليون درهم برسم سنة 2023، على أن يتم رفعه تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليبلغ مليار درهم في أفق سنة 2025. كما يمثل الحفل الذي أشرف عليه السيد رئيس الحكومة يوم 10 يناير 2023 بمدينة الخميسات، والذي تم خلاله إعطاء الانطلاقة لتنزيل خارطة الطريق لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري، دفعة قوية لمسار تفعيل وإنجاح هذا الورش. حضرات السيدات والسادة، وعيا بالدور المركزي لقطاعي التربية الوطنية والإدارة العمومية في تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية وديمومته، قامت الحكومة على مستوى السلطة المكلفة بالتربية الوطنية بوضع خارطة طريق ملزمة لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية تتضمن الإجراءات التفصيلية للتنفيذ والتقييم والتتبع. وعلى مستوى السلطة الحكومية المكلفة بالإدارة العمومية، قامت الحكومة بإحداث بنية مركزية باختصاصات واسعة وقارة تعنى بتنفيذ المخططات الأفقية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى الإدارات العمومية، وتتبع مختلف المسارات المفضية إلى التنزيل الناجع للالتزامات الحكومية بخصوص هذا الورش. أيها الحضور الكريم، ستواصل الحكومة المغربية انخراطها الجاد والقوي في تفعيل كل المبادرات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بخصوص هذا الورش الهام لبلادنا ووفق المسار الذي يرسمه جلالته. وفي ختام هذه الكلمة لا يفوتني مرة أخرى أن أجدد شكري للسيدة رئيسة مؤسسة أمان المحترمة على هذه الدعوة الكريمة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ولكل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذه الندوة القيمة، وكل أمل أن ألتقيكم في مناسبات أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.